السلام عليكم شباب، شو ان شاء الله بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد وتحدي جديد بلعبة تابز. بس تحدي مال اليوم مختلف. كل مرة بلعبة تابز انا اجيب ميسي، اليوم راح اجيب شخص مختلف. اليوم راح اجيب كريستيانو رونالدو. اوكي، اعرف ما يشبهه، اعرف. بس كريستيانو هذا لابس نظارات، شايل بيده مدفع وشايل اي كي. واليوم التحدي مالته راح يكون ضد كل جيوش اللعبة. الجيش الاول اللي هو العصر الحجري، مزارعين، فتشي. المهم لازم تحدي يلعب ضدهم كلهم ويفوز رونالدو. خلينا نبدي بالجيش الاول. خلي واحد من هذا، واحد من هذا، واحد من هذا، واحد من هذا، بين والماموث بالمقدمة. خلينا نشوف هل حيفوز رونالدو لو لا. اوكي ايمز اوه نو، يا خبل، واحد حذاء مطلوبه جايب. اوكي، العصر الحجر اكيد متخلفين وما يعرفون يعني اسلحه جديده وهاي، وهذا دي يقصفهم من فوق. فجبنا له العصر الزراعي. خلينا نشوف. بعدين بيض بس ادعف مين دي يقصف. يا مجرم، يا حبيبي هو شنو؟ حتى بالاخير طلع احتفاليه وي. يعني شباب مزارعين اكيد اقوى شيء ممكن يحاربوه هو التبن. بس مستحيل راح يفوز على الملك والنايت اوكي ماكو منجنيق. والمنجنيق مستحيل يعني حيفوز. وهذا هذا نسيناه، اللي يغني جيتار. اسمع. خلينا نبدي. اوكي الله راح اختفي. هي اوه نو والله كل وحده. ملك ارحمني. 9 بت بقى. اوه نو هذا خلصوا. يلا رونالدو. اي رونالدو. وهم نزل القصف من فوق. شلون بروح. طب جبنا له العصر اليوناني، والعصر اليوناني بقوات كلش قويه. مثلا زوس. مثلا هذا ابو السهام، ابو الثعابين، ابو درع، وهذا والثور. واكيد هاي. هذا كم مركز. الله يرحمك رونالدو. خلنا نبدي. يا حمار يا فاشل، يا فاشل. ايش هاي الضيعها. الله. اوه نو، اوه نو يا حبيبي، ارحم ارحم. اوكي شباب، رونالدو هسه ضد الفايكنج. ما اتوقع حيفوزون يعني، بالاخص دولة الاحصنة وراح تنصبون عليه يعني، ما ادري. خلينا نشوف. يا مجرم حبيبي. باب السهم. اوه 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 قادم من الخلف. اي اني اثق، اني اثق. اوكي اوكي شباب، انا اتوقع هالمره رونالدو حيخسر لان قدامه عصر النينجا. عندنا التنين شخصيا بقى يغمز. عندنا النينجا بقى مركز جدا. الساموراي الصغير. المونك هذا. وعندنا ابو الاسهم اللي ما راح يشوف رونالدو اصلا. فخلي نشوف شلون راح تمشي المعركه. تنين بيعرض. تنين راح. رونالدو رونالدو قصف روحه جيد جدا. رونالدو تخبل. شال منو بقى عايش؟ ابو الاسهم. طقت فيها. الك ابو الاسهم. يو كان دو ات، يو كان دو ات. اي تقدر. وجاء القصف. يا شباب عندنا العصر الفرنسي. عندنا اول شيء الرسام.
يعني انا اتوقع هذا احسن وقت بالدنيا انه تشيل الفرشات والقلم حتى ترسم. عندنا هذا وهي المحارب الفرنسي، عندنا مستر بندقية، والشباب الطيب ابو الحصان اكيد حيموت اول واحد فما نعتمد. خلينا نبدي. الله رونالدو جت طلقه، رونالدو هي. اوكي رونالدو يستعيد بالقصف الجوي، رونالدو يتعرض للعنف، رونالدو يطير، رونالدو يتعرض للعنف. اوه نو ما تقدر تضرب. حيفوز اقول حيفوزون او قصفهم. يا خبل يا حبيبي، يومي القى واحد اقوى من الثاني. اوكي شباب عندنا هسه رونالدو ضد القراصنة اللي اني واثق 100% انه هو حيفوز كلش بسرعة. فخلنا نبدي على الكاس. اوه نو غلطان، بس بطلت قصف. مين اللي تجيب اسئلتك؟ بحاول شو تسوي بيها؟ صلبها. اوه نو مو قادر والله. اوه نو ايش يصير؟ رونالدو ضرب مدفع دو عصب شو راح يسوي؟ اوكي تعصبت انضربت بمدفع شنو يعني؟ قصفهم. اوكي شباب الموضوع اصعب مما توقعت. فجبنا رونالدو عصر المقبرة. يا حبيبي كلكم ميتين. شنو؟ اللي اعطينا وقع على رونالدو. يا حبيبي بس بطل قصف ترى غش ما يصير. بقى بس ابو السهم يقدر ابو السهم. انا اثق. حلو ابو السهم. وحش يوكو. اوه نو. اوكي شباب بما انه رونالدو كلش قوي فحنجيب له شخصية قوية همات كلش. حنجيب له مستر كابوي بس هالمرة ويا جماعته كلهم. خلينا نشوف. تاكل عقلك الشاقة. ليش كثني احصن او ميتين كلهم. يلا رونالدو روح الك. مستر كابوي خلينا نراقب مستر كابوي. مستر كابوي اختفى بعد اول دقيقة. حبيبي شبسع وينك انت؟ وحياتي تو نظارتك. اوكي شباب هسه الكلاسيكو بين رونالدو اقوى. ايش صار بيك؟ ما لنا علاقة. عندنا مواجهة بين رونالدو واقوى شخصية باللعبة كلها مثل ما فكرتوا. اكيد ميسي راح يلعب ضد رونالدو، بس هالمرة تأكدنا انه ميسي ما عنده بلاك هول. فتشنا جوبا لقينا اكو بلاك هول تأكدنا من عنده. فخلي نشوف منو اللي راح يفوز. خلينا نبدي. عبالك راح تفوز مو؟ اوكي شباب فلهنا تكون خلصت الحلقة بخسارة رونالدو واستمرار ميسي بصدارة اقوى شخصية باللعبة. اتمنى الحلقة عجبتكم ولا تنسون تكتبوا لي اقتراحاتكم بالتعليقات واشوفكم مع السلامة.